سلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شوت 360. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاهدة ممتعة. الزخرفة اللي موجودة على الكرة، حافظوا على الهوية الوطنية، حافظوا على التاريخ الوطني. ملاعب جميلة كذلك، ملاعب مونديالية، ده ملاعب الرباط بيأهلوا نفسهم لاستضافة كأس العالم. ملعب الملحق، مباريات الملحق في هالملاعبين. ما شاء الله. نشوف الصورة ثانية مشاهدين الكرام. الكرة المغربية حاضرة بالزخرفة المغربية والأناقة المغربية وبالشكل المغربي. كرة جميلة ستكون حاضرة بإذن الله تعالى في بطولة كأس أفريقيا. المغرب أعدت العدة لهذه البطولة. شوف الزخرفة كيف. عبد الله، هذه الحضارة المغربية صحيح. في الكرة الحضارة المغربية حافظوا الهوية الوطنية. نعم صحيح، الهوية الوطنية حافظوا عليها في الكرة. عبد الله فعلا إبداع بصراحة. الزخرفة اللي موجودة على الكرة، حافظوا على الهوية الوطنية، حافظوا على التاريخ الوطني، حافظوا على على كل شيء عبد الله. نعم صحيح. بأمانة. نشوف الصورة الثانية عبد الله. كذلك المنتخب المغربي عنده مواجهتين في ملعب طنجة، بالتوفيق إن شاء الله لكتيبة وليد الركراكي. طنجة تستعد خلال هذه الأيام لافتتاح هذا الملعب الجميل بحضور مولاي الحسن ممكن، ولكن طنجة عدت العدة لهذه المواجهة أو المواجهتين اللي طبعا تكون حاضرة في ملعب طنجة. أعتقد أحياء طنجة ستكون حاضرة كذلك في هذا الملعب المغلف الآن الجديد. أسماء كثيرة تتكلم عن الجراري، المندوبية، بني مكادة، يعني فرجان ومناطق طنجة الجميلة. ملعب جميل. عبد الله، ممكن نشوف صورة الملعب الجميل عشان نتكلم ونعلق كذلك على هذا الملعب التاريخي الكبير. وافتتح أو سيكون حاضر طبعا في المباراتين المنتخب المغربي مع وليد الركراكي. نشوف عبد الله الصورتين أو صورة الملعب. هذا الملعب كابتن كرامي ما شاء الله، ملعب جميل جاهز تحفة لاستضافة المباراتين، وهي حظ المنتخب المغربي انه يلعب في هذا الملعب الجميل في طنجة. حاجة أول الحضور، فخر بصراحة. يعني طنجة ترحب بالجميع في هذا الملعب الجديد، ويا أكثر الملاعب الآن الجاهزة لانطلاقة كأس أفريقيا. طنجة ترحب بالجميع، ترحب بالمنتخب المغربي عنده مباراتين في هذا الملعب. نشوف عبد الله الصورة الثانية. الملحق في هذا الملعبين تكلمنا عنه طبعا، ملعب مولاي الحسن وملعب البريد. شوف الملاعب الجميلة كذلك. ملاعب مونديالية. ده ملاعب الرباط بيأهلوا نفسهم لاستضافة كأس العالم. العالم. الملحق، مباريات الملحق في هالملاعبين. ما شاء الله. يعني المنتخبات الأفريقية يا الله تحلم تلعب في ملعب كويس. الآن محظوظة تلعب في ملعب مولاي الحسن، وكذلك ملعب البريد في الرباط عاصمة الأنوار. ويا ما أجمل الرباط، ويا أجمل وما أجمل الرباط. جميل الرباط جميلة بصراحة، يعني مناطق جميلة في الرباط. وكذلك الملعب الكبير ملعب مولاي عبد الله طبعا في الرباط. شكرا لك على المشاهدة. لا تنسى اللايك والاشتراك. أراك في الفيديو القادم.